لو التلات مشاعر دول مسيطرين عليك في علاقتك مع شخص، خد بالك غالبا الشخص ده قدر ان هو يبتزك عاطفيا. هقولك ايه هما التلات مشاعر دول وازاي انك تقدر تتعامل مع الشخص ده. كمل الفيديو للآخر. اول حاجة ان هو يحسسك بخوف مستمر، زي مثلا ان هو يقولك اعمل كذا يا اما ربنا هيغضب عليك. تاني حاجة إن هو يحطك دايما في إجبار وإلزام، زي مثلا إن هو يقولك اعمل كذا عشان أحبك. تالت حاجة هي إحساس بالذنب المستمر أو إحساس بتأنيب الضمير، زي إن هو يكون في مشكلة أنت ملكش أي علاقة بيها، ومع ذلك بيحاول يقنعك إنه أنت السبب فيها. لو انت دايما حالتك معاه عبارة عن انك بتدافع عن نفسك، انك بتبرر قصدك ايه وموقفك ايه، ان انت دايما في حالة تبرير ودفاع، غالبا الشخص ده نجح ان هو يبتزك عاطفيا. عارف اصل المشكلة فين؟ اصل المشكلة ان الشخص اللي بيتم معاه الابتزاز ده هو حريص جدا ان هو يثبت صورة معينة للشخص ده، حريص جدا على انه يحافظ على صورته قدام الشخص ده. طب الحل ايه؟ تخيل معايا شخص مش فارق معاه صورته قدام اي حد غير ربنا، هل هيشغل باله بان هو يبرر او يدافع او يثبت حاجة لأي حد؟